يا ترى مين هم الحشاشين؟ وايه هو المذهب او الفكره بتاعتهم؟ وازاي حسن الصباح قدر يقنع اتباعه بالفكره المجنونه اللي هنتكلم عليها كمان شويه؟ انا عارف ان كل الناس دلوقتي بتتكلم عن حسن الصباح فقط، ومفيش واحد على السوشيال ميديا قادر يعرف الناس على فكره حسن الصباح وكانت قايمه على ايه بالظبط. فتابع معايا الفيديو دوت علشان نعرف حاجات لاول مره هتعرفها عن الحشاشين وحسن الصباح. ويلا بينا نتابع الفيديو بس بعد الانترو. في البداية كده هنتكلم شوية عن حسن الصباح. اتولد حسن الصباح سنة 1037 ميلادية في بلاد فارس اللي هي إيران حاليا. اسمه الحقيقي الحسن ابن علي ابن محمد. عاش كام سنة كده في إيران وبعدين سافر لمصر علشان يتفقه في المذهب الشيعي. وطبعا في مصر كان بيحكمها في الوقت ده الفاطميين واللي هم على المذهب بتاع حسن الصباح واللي هو المذهب الشيعي. وقعد حسن الصباح في مصر فترة حلوة كده، لكن بعد موت الخليفة المستنصر بالله حصل شوية خلاف سياسي في الشارع المصري وانقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض على مين اللي هيمسك الحكم. ربك والحق ان المفروض ان اللي هيمسك الحكم هو الابن الاكبر للمستنصر بالله واللي كان اسمه نزار. لكن مصر في التوقيت ده كان فيها وزير قوي جدا اسمه بدر الدين الجمالي، والراجل ده حقيقه عايز حلقه كامله نتكلم عليه. وبالمناسبه في حي اسمه حي الجبليه اتسمى على اسم الراجل ده، والراجل ده هو اللي انقذ مصر من الشده المستنصريه اللي حصلت فيها ايام الخليفه فاطمي المستنصر بالله، ايام ما كانت الناس بتاكل القطط والكلاب وحصلت مجاعه والناس ما كانتش لاقيه رغيف العيش. هو بقى عمنا بدر الجمالي ده هو اللي انقذ الشعب المصري من حاله المجاعه دي. عامه نرجع لموضوعنا مره تانية. اما بدر الدين الجمالي فكان شايف ان الابن الاكبر اللي هو نزار لا يصلح للحكم، وان المفروض ان اللي يمسك الحكم هو المستعلي بالله الابن الاصغر. وبالمناسبه ان بدر الدين الجمالي والمستعلي بالله كانوا الاثنين على خط واحد مع بعض. اما عمنا حسن الصباح فكان مع نزار، يعني كان معادي لبدر الدين الجمالي واللي هو طبعا مين؟ ده الراجل الثاني في الدوله، وان لم يكن انه كان هو الرجل الاول في الدوله في التوقيت ده. يعني الامر والنهي بايده هو. بدا عمنا حسن الصباح يهيج الناس ويقول للناس ان المفروض اللي يمسك الحكم هو نزار، بس بدر الدين الجمالي كان عمال يخزن لحسن الصباح لحد ما هو راح ساجن عمنا حسن الصباح وتم قتل مين؟ عمنا نزار. في الوقت ده حسن الصباح شاف ان وجوده في مصر ملوش لازمه، واول ما خرج من السجن رجع لبلاد فارس وعمل دعوة جديدة هناك اسمها الدعوة النزارية الإسماعيلية، وكلها بتدعم لأفكار الدولة الشيعية، وبدأ يقنع الناس بشوية أفكار غريبة جدا. بس ربك والحق ان حسن الصباح كان له كاريزما غريبه وكان بيقدر يقنع اي حد بالفكره بتاعته واللي هنتكلم عليها دلوقتي. بس خليني قبل ما اقول لك عن فكره حسن الصباح خليني اعرفك عن حاجه اسمها الباطنيه او الباطنيه. وعلى فكره بالمناسبه برضه في حي في مصر اسمه الباطنيه او البطنيه زي ما بيقولوا. يعني الباطنيه دي بقى اتسمت بالاسم ده علشان الفرقه دي. طيب يا عم ناجي، ايه هي الباطنيه واللي كان اصلا حسن الصباح بينتمي ليها؟ الفكره دي يا سيدي بكل بساطه بتقول ان القران له ظاهر وله باطن وقايمه على تحريف النصوص الدينيه. وبيقولوا ان الظاهر بتاع القران واللي هي الكلمات الواضحه قدامنا والايات اللي واضحه قدامنا بتخدعنا، اما الباطن بتاعه فهو سر من اسرار القران محدش بيقدر يوصل له الا عباده اختصهم الله. يعني كانوا شايفين نفسهم ان هم اصح ناس عارفين الدين. وهديك مثال على الفكره بتاعتهم علشان نفهم الموضوع اكتر. عندك مثلا جمله في القران الكريم بتقول جنات تجري من تحتها الانهار، وده عارفين ان كلمه الانهار دي عباره عن ميه او نهر بيجري في الجنه. هم بقى عندهم ما فيش الكلام ده، شايفين ان كلمه الانهار جايه من جذر كلمه نهر. وهنا الايه على حد زعمهم وتفسيرهم هم ان كلمه الانهار ديت هم الناس اللي كانوا بينهاروا المؤمنين. قيس بقى على كل الايات وكل الكلمات اللي في القران الكريم بهذا المقياس، يعني كل كلمه عندهم لها اكتر من معنى، لدرجه ان من كتر تفسيرهم لبعض الايات في ناس منهم الغوا الصيام والحج والعبادات الاساسيه. وهي دي بقى الفكره بتاعت حسن الصباح اللي كان بيقنع اتباعه بيها، وان القران الظاهر بتاعه غير الباطن بتاعه، وان مفيش حد هيقدر يفهم القران غير فرقه معينه اختصهم الله. وكان شايف ان اي حد مش على المذهب بتاعه او الفكره بتاعته حلال دمه وكمان كافر وعقابه جهنم. وده بقى اللي خلى اتباعه يفهموا القرآن على النهج بتاعه ويطبقوا تعليمه بكل حذافيرها. هنا بقى عمنا حسن الصباح وقع في مشكلة كبيرة جدا، وهي ان ايران كان بيحكمها في الوقت ده السلاجقة، والسلاجقة زي ما كلنا عارفين بيتبعوا المذهب السني اللي على خلاف مع حسن الصباح. وده بقى اللي خلى الدولة تولع موجوع، وعمنا حسن الصباح ما كانش في دماغه، علشان كده بدأ يبقى فيه مناوشات بينه وبين السلاجقة
السلاجقة، لحد ما عمنا حسن الصباح هرب منهم وسكن في قلعة على جبل عالي اسمها قلعة ألموت. بعد المصادر بتقول ان حسن الصباح اشترى القلعة ديت ب 3000 دينار من صاحبها، وفي ناس بتقول ان حسن الصباح استولى على القلعة ديت بالقوة. لكن على اي حال ان حسن الصباح فضل عايش في القلعة ديت وبدأ يزرع في دماغ اتباعه الفكرة بتاعته، لدرجة ان من كتر الجنون بتاعه علشان يقنع اتباعه بالفكرة بتاعته عمل جنة فيها زرع ونخيل وجاب نساء وخمرة، وكان بيشرب الاتباع بتاعه نبات الحشيش علشان يقنع اتباعه ان ده هيكون مصيرهم بعد ما يأمنوا بالفكرة بتاعتهم ويفدوه بروحهم، لدرجة ان الاتباع بتوعه كانوا بيعملوا اي حاجة في سبيل ارضاء حسن الصباح، واي حد زي ما قلنا مش على النهج بتاعهم او الفكرة بتاعتهم خلصوا عليه، وخصوصا معظم القادة والسياسيين الكبار. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، هم ليه يتسموا الحشاشين؟ ما احنا لسه قايلين لك من شوية ان عمنا حسن الصباح كان بيديلهم الحشيش علشان يغيب عقلهم ويوهمهم ان الجنة ديت هي مصيرهم بعد ما ماتهم، عشان كده جه اسم الحشاشين. ومصادر كتيرة جدا مختلفة على الاسم، وكل بيقول لك ان كلمة الحشاشين جايه من كلمه حساسين واللي هي جايه من اسم حسن. على اي حال الاسم ما يخصناش دلوقتي. واستخدم حسن الصباح نبات الحشيش ده في انه كان بيشرب الاتباع بتاعه النبات ده علشان يعملوا الاختيارات السياسيه اللي بيامرهم بيها وهم قلبهم جامد وما يخافوش من الموت. وزي ما قلنا ان حسن الصباح كان شايف ان اي حد مش على المذهب بتاعه حلال دمه، ده لدرجة يا سيدي ان هم حاولوا يختاروا صلاح الدين الايوبي لكنهم فشلوا وقدروا انهم يختاروا الوزير السلجوقي نظام الملك، وده كان مين؟ ده الراجل التاني في الدولة. واستمر حسن الصباح في وتيرة الاغتيالات ديت لفترة طويلة، لدرجة ان الدولة السلجوقية ما كانتش عارفة توصل لحسن الصباح لان القلعة اللي كان ساكن فيها كانت عالية جدا وصعب جدا اي حد يوصل لحسن الصباح. وتمر الايام والسنين وعمنا حسن الصباح عمال يكبر في الجماعة بتاعته وينشر بين الناس افكاره السامة، لدرجة ان بقى له اتباع في حلب وفي اماكن كتيرة جدا من العالم الاسلامي. ونيجي بقى لسنة 1124 ميلادية، وده كله بعد فترة من الاغتيالات والافكار اللي كان حسن الصباح بينشرها بين اتباعه. ويموت حسن الصباح في السنة ديت بمرض معدي، والقلعة تفضل تتنقل من حاكم للتاني لحد ما جه عمنا ولاقه واستولى على القلعة وقتل اخر حاكم فيها واللي كان اسمه ركن الدين خورشيد، وده بعد فترة طويلة من موت حسن الصباح. وكمان قضى على فرقة الحشاشين اللي كانت ظهرت في حلب. طبعا انا اختصرت الموضوع علشان في اختلافات في المصادر كتيرة جدا، زي مثلا ما قلنا ان كلمة الحشاشين عليها اختلاف كتير جدا ومش عارفين بالظبط الكلمة ومصدرها ايه. وبرضه من الحاجات التانية اللي مختلف عليها بيقولوا ان حسن الصباح اشترى القلعة اللي حكينا عليها من صاحبها، وفي مصادر تانية بتقول ان حسن الصباح غدر بصاحبها بعد ما اداله الامان، وفي مصادر تانية بتقول ان حسن الصباح مات بمرض معدي، وفي برضه مصادر تانية بتقول ان حسن الصباح مات مقتول. ولكن على اي حال هي دي كانت نهاية الحشاشين، ودي كانت نهاية حسن الصباح اللي ظهرت في فترة من الزمن وانتهت. وعلى فكرة انا عايز اقول لك ان لسه ما زال في ناس وفي فيديوهات على النت بتدعم فكرة الظاهر والباطل للقرآن الكريم.